في يوم 17 أغسطس 2022 ظهرت منصة بتحمل اسم هونج وول. منصة تدعي إنها شغالة في مجال تعدين العملات الرقمية، بس الحقيقة إن هم كانوا من أكبر المنصات المستريحين اللي ظهرت في مصر، وقدروا خلال 5 شهور بس يضحكوا على حوالي 800 ألف شخص وسببوا ليهم دمار شامل لحياتهم. وكل ده بسبب حلم الثراء السريع. والأهم، إيه اللي حصل لما الستارة وقعت والمصيبة اتكشفت؟ وكفاية كده ويلا نبدأ بتفاصيلها، بس ما تنساش تعمل اشتراك لو مش مشترك وتفعل سر التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا أول بأول. البداية، منصة هوبول دخلت بحيلة جديدة ألا وهي التعدين الرقمي. التعدين للعملات الرقمية كان منتشر بسبب قفز أسعار معظم العملات الرقمية، وهم استغلوا النقطة دي. احنا بنخليك تشتري الآلة لتعدين العملات الرقمية، يعني كده نسبة الشكوك فيها منخفضة جدا. المنصة كانت واجهتها بسيطة جدا، بس العناصر اللي فيها هي اللي معقدة، وده كان ليه سبب ألا وهو إن أنت تحس إنك في مكان بروفيشنال. ومش بس كده، أنا هقول لك إني شركة أمريكية كمان، وهقول لك إني بقالي 4 سنين فاتحة مقر هناك، وإني قررت أفتح فرع ليا في مصر، مع إن عمر ما حد فكر يفهم اسم المنصة إيه أو حتى يترجمها. الجريمة دي اعتمدت على استغلال الطمع. نظام الأرباح والسحب مصمم بشكل ذكي جدا. أرباح 55% شهريا، وتقدر تسحب أرباحك يوميا بس بضرائب 15% على نسب السحب، في حين إن السحب الشهري كان بدون أي ضريبة. وده ما كانش صدفة، بل جزء من استراتيجية الاحتيال، وده من منظور علم النفس اسمه الاقتصاد السلوكي. علماء زي ريتشارد سيلر، حاصل على نوبل في الاقتصاد لأبحاثه في التحفيزات النفسية، بيقول إن تجنب الخسارة ده واحد من أهم المبادئ في علم النفس الاقتصادي. الناس بيكرهوا الخسارة أكتر ما بيحبوا المكسب. يعني لو عندك فرصة إنك تكسب 100 جنيه أو تخسر 100 جنيه، الخوف من الخسارة هيسيطر عليك أكتر، فبالتالي الناس بتقول خليني أصبر شهر وآخد كله. البداية بدأوا يعملوا حملة إعلانية ضخمة على جميع وسائل السوشيال ميديا، بس مش حملات عادية، دي حملات ممنهجة على هدف واحد ألا وهو الإقناع. البداية بدأوا ينزلوا مين هم وإيه هو الاستثمار اللي بيوعدوا بيه. ومش بس كده، لأ، إثباتات مزورة بتأكيد إن هم خبرة في مجال تعدين العملات الرقمية في مصر وبره مصر، زي ملف ضريبي مصري مزور أو شهادات ملهاش أساس من الصحة من دول محدش يسمع عنها، مع إن التعدين الرقمي في مصر ممنوع أساسا. مع بداية معرفة المنصة استخدمت حيلة للنصب موجودة بقالها أكتر من 100 سنة، ألا وهي نظام الشجرة والعمولات. الناس في الطبيعي مش كله بيصدق أي إعلانات على الفيسبوك أو السوشيال ميديا وبيشككوا فيه، بس لما واحد صاحبك يجي يقول لك أنا بقالي شهر أهو وكسبت 100 جنيه وال100 بقت 500، ممكن تقتنع. طب لما وعدك بإنك لو خليت أي حد يدخل المنصة هتاخد عمولة عليه، مش على فلوسه بس، ده على أرباحه كمان، وهتاخد عمولة على الناس اللي هيدخلهم هو كمان. فجأة الموضوع ما بقاش مجرد استثمار، بقى سباق. انت عايز تدخل قرايبك واصحابك مش بس عشان تفيدهم، لا، عشان انت كمان عمولتك تزيد. ده بيحول الضحية نفسها لجزء من ماكينة النصب من غير ما يحس. بتبقى انت اللي بتدافع عنهم وبتقنع الناس تدخل لان مكسبك بقى مرتبط بده. طب ازاي الناس تصدق ان الارباح دي حقيقيه؟ هنا يجي دور السلاح التاني، الاثبات الاجتماعي. عملوا مئات من جروبات الواتساب، وكل جروب عليه وكيل. شغلة الوكيل ده انه من الصبح لليل يبعت سكرين شوت للارباح اللي بتنزل وفيديوهات لناس بتسحب فلوس. في الاول كانوا بيسمحوا بسحوبات صغيره عشان يطمنوا الناس، وصور احتفالات وتجمعات فاخره عشان يبينوا ان هم شركه كبيره وناجحه. نشروا تحذيرات من تطبيقات مزيفه عشان يخلوا الناس تشك في اي انتقاد خارجي. استغلوا الجهل بالتكنولوجيا عشان الناس مش فاهمة إيه التعدين ده. لما تبقى قاعد في جروب فيه 200 واحد وكلهم بينزلوا صور أرباح وبيشكروا في المنصة، عقلك الباطن بيقولك مستحيل كل دول غلط وأنا بس اللي صح. بتحس بالخوف من فوات الفرصة، فبتقرر تدخل عشان ما تكونش أنت الوحيد اللي بره الحفلة. عشان يكملوا الحبكة كانوا بيتكلموا بمصطلحات معقدة زي التعدين السحابي عشان يحسسوا الضحية إن الموضوع كبير وتقني وهم الخبراء فيه. الحقيقة إن كل دي كانت واجهة عشان يخبوا الحقيقة البسيطة، إن مفيش أي استثمار حقيقي بيحصل. أي مخطط بونزي أو هرمي ليه نهاية حتمية واحدة ألا وهو الانهيار. ده بيحصل لما عدد الناس الجديدة بتدخل يقل والفلوس اللي داخلة ما تبقاش قادرة تغطي أرباح الناس القديمة. في فبراير 2023 بدأت الكارثة. التطبيق وقف عمليات السحب. في الأول طلعوا بحجج تحديثات في النظام، ضغط على السيرفرات. جروبات الواتس اللي كانت مليانة أغاني وأفراح لساحة صريخ وشتايم. الوكلاء الكبار اختفوا وقفلوا تليفوناتهم. صوت رسائل واتساب سريعة ومتتالية في الخلفية. وفي يوم وليلة التطبيق اختفى والموقع اتقفل وكل حاجة اتبخرت. الناس فتحت حساباتها لقت فيها أصفار. طب حجم الكارثة كان قد إيه؟
التقديرات بتقول إن منصة هوجبول لوحدها قدرت تجمع حوالي 6 مليار جنيه مصري. عدد الضحايا بالآلاف من كل المحافظات ومن كل الطبقات الاجتماعية، اللي باع عربيته واللي باع ذهبها واللي خد قرض من البنك، كلهم فلوسهم راحت في الهوا. منصات تانية زي اف بي سي قدرت تجمع حوالي 2 مليون جنيه من 101 بلاغ بس، والخسائر العالمية بتاعتها بتتجاوز 6 مليار دولار. الخلاصة من ده إيه؟ قصة هوجبول والمستريحين مش الأولى ومش هتكون الأخيرة. طالما في طمع وقلة وعي، النصابين هيلاقوا طرق جديدة ومبتكرة. عشان كده خليك فاكر إن القاعدة الذهبية في الاستثمار: لو حاجة تبان أحسن من إن هي تكون حقيقية فهي غالبا مش حقيقية. مفيش حاجة اسمها ربح مضمون وثابت. الاستثمار الحقيقي فيه مخاطرة. ابعد عن أي استثمار سريع شروطه إنك تدخل ناس تانية مادام مش موثوق منه. ده تعريف المخطط البنسي المحرم قانونا وشرعا. ما تتكسفش تقول لأ حتى لو اللي بيعرض عليك الفرصة ده أقرب صاحب ليك. في النهاية أسرع طريق للثراء هو نفسه أسرع طريق للفقر. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات، واكتب لنا في التعليقات عايزين الحلقة الجاية تكون عن إيه.